ما انت لو عملتها بالطريقه دي مش هتعوزي لحمه كتير ولا هتعوزي حته لحمه كبيره. احنا في الاضاحي كل سنه وانتم طيبين، فممكن تجيلك حته لحمه صغيره في الاضحيه فتعملي منها ايه، لازم هتعوزي تعملي منها طبخه حلوه وطعمها حلو وتكفي عدد كبير من الاسره. هنعمل النهارده لحمه في الدمعه، احلى واطعم لحمه تاكليها لحمه الدمعه. هنقطعها قطع صغيرة وهنعملها في طريقة جميلة، والتكة الحلوة دي من عندي أنا. الكوباية اللبن اللي هحطها عليه كوباية لبن مع ليمون، بصلاية مفرومة، وتوم مهروس، فلفل اسود، سكر، فلفل اخضر، قرن فلفل اخضر. بس كل دي المكونات دي كلها نحطها مع بعضها كده على اللحمه ونسيبها ساعتين اتنين، سواء في التلاجة او بره التلاجة. هتشرب من اللبن بيطرها ويطر الانسجه بتاعتها. الفلفل الاسود بيخلي ريحتها حلوه، الليمون بيخليها مزه، التوم والبصل بيخلي ريحتها حلوه وطعمها حلو. وبعد كده معايا معلقتين دهن من اللي كنت مسيحاه، او سواء سمنه او زيت، وهقدحه. وبعد كده اسخن الدهن واحط فيه اللحمه هحطها واقلبها فيه لحد ما تنزل ميتها وتشرب الميه تاني. وبعد كده هتبقى مفيش الا الدهن بس اللي انا حطاه او الزيت اللي انا حطاه. هحط فيه بصلايه، ممكن اعملها كده وازودها شويه ميه لحد كده، وازودها شويه ميه وشويه فلفل اسود واسويها كده، ماشي مفيش مشكله، لان البصل اللي حطيناه في الاول والثوم مخلين ريحتها حلوه وطعمها حلو. انا قطعت بصلايه صغير وشوحتها مع اللحمه، قرن فلفل اخضر وقرن فلفل اصفر. ويا ريت ما تعملوش الفلفل الاخضر والاصفر ده، ما اداش اي طعم ولا اداها لون ولا اي حاجه. هي اللحمه في حلاوتها في البصلايه، والحاجه لما بتبقى بسيطه وما تحطش مكونات كتير بيبقى طعمها حلو. لما كانت بتشوح بالبصلايه كده مع الحاجات اللي كنا حاطينها فيها الاول، اللي صفيناها منها ما عملناهاش بيها، يعني ما حطيناش اللبن ولا حطينا الحاجات دي، احنا كنا مصفيينها منها، بس كان طعمها حلو وريحته كانت في اللحمه لسه. ما كنتش تحطي بقى القرن الفلفل الاخضر والاصفر ده، ما تحطوهوش، حطي البصلايه بس، ولو فصين توم حطيهم وزودي ميه وسيبي، ما تزوديش الطماطم او الصلصه في الاول عشان بتغيب في التسويه بتاعه اللحم. فلفل اسود وزودي الميه، غطي بس اللحمه بالميه، وغطي الحله. اول ما تغطي الحله البخار هيطلع على الحروف بتاعه الحله اللي هي البني دي، هتنزل على الشوربه بتاعتها او التسبيكه بتاعتها، بيخلي لونها بني ومكرمل وبيخلي شكلها حلو. وبعد كده غطي ووطي وسيبيها تستوي براحتها، ما بتغيبش لانك مقطعاها قطع صغيره، ما بتغيبش. 3/4 تسويه، وزودي الصلصه او الطماطم وشويه ملح وسيبيها تستوي على الهادي براحتها. اول ما تستوي ممكن لو عايزه تعملي فيها بطاطسايه زي ما قلنا، تقطعي بطاطسايه لو العدد كتير واللحمه شويه صغيره، قطعي فيها بطاطسايه. البطاطس بتاخد من طعم اللحمه وبيبقى طعمها حلو وريحتها حلو. شويه الملح وحطيناها تستوي. خلاص استوت. ممكن اخد اللحمه المكعبات دي واعملها كبسه، رز في الكبسه، رز بسمتي، يبقى طعمها حلو وتبقى في قلب الرز وخلاص. يعني تحط اللحمه في الرز. عملناها كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنحطها تاكلي بيها اي حاجه، هي طعمها حلو بالرز. مش عايزه تحطي الصلصه دي خالص وتبقى بالبصل بس ناشفه كده زي كباب الحله، بيبقى طعمها لذيذ وريحتها حلوه. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.